داني طلب مني انه ابدا بكلمه بسيطه وبعدين نصلي. والحقيقه انا مش متعود على هاي الاشياء، متعود احكي بس مش ابدا بشيء بهاي الاشياء. شكرا لك، شكرا لكم. كنت عم بفكر وتذكرت سنه ال94، كثير منكم ما كانش ولدان وقتها. دعوني حتى أكون في أمريكا في ولاية كولورادو في هذا الشهر، شهر 11. كان تحضير لمؤتمر كبير في كوريا، واحترت حتى أعرف للأمور التحضيرية. في آخر يوم الشخص اللي كان عم بيتكلم قال لو سمحتوا شايفين هذا الشخص اللي قاعد ورا؟ كان في واحد لابس طاقية أمريكية، لو سمحتوا قبل ما تطلعوا مروا عليه واعطوه الايميل تاعكم. عم نحكي سنة ال94، وانا قاعد قلت في نفسي يا عمي شو هدول الامريكان شايفين حالهم؟ شو هالفزلكات؟ شو يعني ايميل؟ شو بدنا بالايميل؟ شو بيطلعوا لنا باشياء؟ احنا عندنا فاكس. بسوريا ما كان في فاكس، كان في تيلكس بالزمانات. حدا منكم يتذكر التيلكس؟ بعض منهم ببين من اعمارهم حكيت قدام بعض الناس عن التيلكس، قالوا شو التيلكس؟ حتى الفاكس ما بيعرفوا. البعض من القاعدين قدام تذكروا الفاكس. كنت شايف حالي الفاكس شو بدنا بالايميل؟ اليوم فيش حدا ما عندوش ايميل. وتذكرت هذيك الايام، اذا بنيجي لايامنا، ايام الاي اي، ايام الشات جي بي تي، وايام الهاي، في بعض الناس لسه بيقولوا شو بلزمنا. كنا بحكي مع احد الشباب قبل ما نبدا، قال لي التغيير 180 درجه، تغيير كلي. لو واحد اجى من الموت كان ميت قبل 10 سنين راح يتفاجأ بالاشياء اللي موجوده. بعض الناس بيقبلوا هذا الشيء، وبعض الناس كعادة البشرية بيرفضوا الشيء الجديد. وإن شاء الله احنا كأشخاص مدعوين لهذا المكان ما نرفض الشيء الجديد. طبعا كل شيء جديد بنخاف منه، كل شيء جديد بيكون غريب علينا، وطبعا في مخاوف زي ما في مخاوف بالاي اي. لكن نشكر الله على ثيوسوما اللي بعد 3 سنين من التعب أخرجوا لنا هذا الانجن، هذا المحرر، اللي محرر اصطناعي AI مسيحي يقدم رأي مسيحي في كل جوانب الحياة. والهدف أو الشعار تاع ثيوسوما، وراح تسمعوا أكثر، قالوا لي إنه هو تحرير المعرفة من كل تزوير وكل تزييف. في الأيام ما بتقدر تثق باللي عم بتشوفه. هذا مش أنا، يعني الوش أنا بس ركبوها، بس طلعناه حلو. الله حلو كسماته. بدنا نسأل مرتي كسماته شايلين الكرش وشيء، هذا رائع جدا. الحق علينا. حبيتكم الكرش شايلينه. نشكر الله على الاي اي وعلى الاشياء اللي عملتوها. زي ما قالوا لي انه الانجن هذا المحرر هو تحرير المعرفة من كل تزوير وتزييف. واليوم احنا كشعب مسيحي موجود في الأردن، نحن واقفين عند تقاطع الإيمان والتكنولوجيا في عالم تتكاثر فيه الأسئلة وتفيض فيه المعلومات وتفيض فيه الآراء، ونحن بحاجة إلى تمييز. وكمؤمنين نحن بحاجة للتمييز بين الصالح والغير صالح. وأنا أعتقد أن هاي المنصة، هذا الانجن راح تساعدنا حتى نكتشف الأشياء الحقيقة اللي ما بتنبع من بيانات، من أفكار، من خوارزميات، لكن تنبع من ذاك اللي مكتوب عنه هو الطريق والحق والحياة. سمعت من أخداني أنه أطلق الانجن هذا، أطلق في أمريكا وفي كندا وفي أوروبا وفي لبنان ومصر أيضا، والآن سيطلق اليوم في الأردن.
فاحنا مبسوطين لهذا الشيء وبنشجع. انا شخصيا وبشجع الاشخاص اللي بيعرفوني. انا اول ما سمعت عن الاي اي عن طريق سمعت عنه بس ما كنت عارف تشات جي بي تي، ابتديت وجابوا لي قالوا لي ما بلزمك تحضر وعظ، خلص اعطي الشات جي بي تي بحضر لك وعظ. مش عارف اذا بنفع ولا لا، بس نشكر الله في معلومات جيدة كثير، وانا بتطلع بشوق الى يكون عندي هذا الانجن حتى نقدر ناخذ معلومات في كل نواحي الحياة. ربنا يبارككم، ربنا يحميكم ويكمل العمل اللي ابتدأته أخداني والفريق اللي معك. ممكن نرفع قلوبنا ونصلي مع بعض. أيها الآب السماوي، بشكرك من كل قلبي، وبآمن أن إخوتي أيضا أخواتي بشكروك في هذا المساء على ما عملته من خلال شباب مؤمنين واثقين فيك، ولكنهم يفكرون أفكارك من بعدك، يريدوا أن يمجدوا اسمك من خلال عملهم، من خلال طاقتهم اللي أنت أعطيتهم إياها، من خلال مواهبهم. بشكرك من أجلهم. بصلي يا رب أنه أنت تعطيهم النجاح الذي من عندك. هم يقومون ويبنون، لكن النجاح يأتي منك أيها السيد. نباركك، نعظمك، ونبارك عملك من خلال هذه المجموعة اللي أنتجت هذا العمل. نصلي تعطيهم حكمة، تعطيهم علم ودراية وفهم، تعطيهم البصيرة اللي بيحتاجوها في الأيام القادمة حتى يوصلوا هذا الشيء لكل من يحتاجه. نطلب هذا باسم راعينا، سيدنا، ملكنا، إلهنا الحي يسوع المسيح، الذي لك أيها الآب معه ومع روحك القدوس كل مجد وإكرام إلى أبد الآبدين. آمين. آمين. شكرا. شكرا.